بزاف منكم تبعوا وتأثروا بحكاية الطفل الأسمر اللي يعاني من الإعاقة وتشوه خلقي. إذا تشفاو كنت درت لكم عليه فيديو قبل 3 سنين كي شفتوه لأول مرة في سبيطار بني مسوس. كان في عمره هذاك الوقت 2 عام، وكان قطع آلاف الكيلومترات باش يعمل عملية جراحية لأنه جاء من ولاية أدرار. أسمر مسكين حكموا عليه والديه باليتم، بالمرض، بالوحدة، بالإعاقة وبالمعاناة، فكان ضحية نزوة بين شخصين غير مسؤولين، وطاح الفاس في الراس وحملت الأم وتنصل الأب من المسؤولية. وبعدها خافت الأم وحاولت تصحح الغلطة تاعها بجريمة وغلطة أبشع وأعنف من الأولى، وراحت شربت الدواء باش تتخلص من الجنين تاعها، لكن إرادة الله كانت الأقوى والأعظم، وتشبت أسمر بالحياة في بطن وأحشاء أم قاسية كما قساوة الحياة اللي كانت تسنى فيه. وفي 25 أكتوبر 2017 زاد أسمر بولاية تيميمون، وجا لهذا الدنيا اللي ما ترحمش. جا مجهول الأبوين، مجهول الهوية، بدون اسم ولا عائلة، معاق ومشوه بسبب الأدوية اللي كانت تناولهم يمه، واللي تسبت في عدم اكتمال النمو تاعو في بطنها. وكما كان متوقع تخلت عليه يماه وخلاته وحده بلا رحمة ولا شفقة، وعاش في دار الأيتام بأدرار وهو في هذيك الحالة الصحية الصعبة. بصح اللي خلق ما يضيع، والله حنين كريم ورحمته ديما واسعة. دارني في طريقه ولقاني بيه، وحبيته من أول مرة شفته فيها، وحسيت بواحد الشعور ربي برك اللي عالم بيه. وعدت نفسي أني مستحيل نتخلى عليه، وقلت لازم نعاون هذا الملايكة ونداويه لأنه ما عنده حتى واحد في هذه الدنيا. المهم في هذاك الوقت كنت نروح نزوره كل يوم في سبيطار بني مسوس، وكل يوم كنت نتعلق بيه أكثر وأكثر. في واحد النهار رحت كما العادة باش نشوفه، قالوا لي باللي رجعناه الأدرار بسبب جائحة كورونا. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، وخفت ما نزيدش نشوفه. بكيت عليه وغاضني بزاف وتقطعت أخباره وما كان عندي عليه حتى خبر. صدقوني بالله كان كل يوم خياله بين عيني. وراحت وجات الايام وعشنا تقريبا 3 سنين تاع كوفيد، لكني ما فقدتش الامل باش نزيد نشوفه مره اخرى، وعملت المستحيل باش نوصل له. والحمد لله اليوم ربي عاود لقاني بيه بعد 3 سنين من الفراق. ما شاء الله اليوم أسمر في عمره 5 سنين. رحت عنده حتى لتيميمون وجبت لكم معايا خبر يفرح. اليوم حبيت نقول لكم أني أصبحت أم أسمر وتكفلت به رسميا. حبيت نشكر السيدة قاضي الأحداث لولاية أدرار اللي سهلت لي الإجراءات للتكفل بأسمر. إن شاء الله راح نبداو الخطوات الأولى للعلاج بفرنسا. ممكن رحلة العلاج راح تكون أكيد طويلة وراح تدوم ممكن حتى 15 سنة، لكن وليدي العزيز على بالي بيك باللي راح تكون قوي وراح تقدر تقاوم وتبرى وتعيش وتكبر بإذن الله. حبيت نشكر كذلك جمعية لو سورير اون فاس اللي راح تساعدني في علاج أسمر إن شاء الله، ونشكركم أنتم اللي راح تكونوا معايا ومع أسمر في رحلة العلاج نتاعو. دعواتكم لوليدي أسمر بالشفاء إن شاء الله.